مرموش مش فنكوش، مرموش صناعة كروش. الكل عايز يركب الترند. عارفين حضراتكم خالف تعرف؟ تخيلوا حضراتكم ان نجوم المفترض انها أسرة الملاعب الكروية خرجت بتصريحات جدلية، والكل تذكرها بعد التألق وبعد الانتفاضة وبعد اللمعان والبريق والتوهج اللي بيقدمه عمر مرموش في البوندسليجا. عمر مرموش لاعب انترلاخت فرانكفورت الألماني، موسم استثنائي وبداية نارية، بداية عالمية، يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الألماني ب8 أهداف و4 محاولات الدوري الألماني، والكل تابع بشغف. وأصبح لقاءات انترلاخت فرانكفورت الألماني أصبحت زيها زي لقاءات ليفربول ومحمد صلاح. الناس بقت بتنتظرها علشان تتفرج على عمر مرموش وإسهاماته وإبداعاته. اللقاء الأخير كان في مواجهة الفريق البافاري الكبير فريق باير ميونخ. تألق عمر مرموش وقدم مباراة أسطورية، مباراة إعجازية، سجل هدفين وعمل تمريرة أسيست في مباراة من المباريات ذات العيار التقيل، مباراة قمة انتهت 3-3. نجح عمر مرموش ان هو يرجع انترلاخت فرانكفورت الى اللقاء في الدقيقة 4+90 بتسجيله هدف التعادل، وهو 8 أهدافه في البوندسليجا. لكن في ظل الإشادة وفي ظل التألق الغير عادي لعمر مرموش، الكل عمل فلاش باك وتذكر التصريحات الخزعبلية، التصريحات اللي هدفها فقط الترند وليس لها أي تقييم فني أو كروي. لما قال نجمنا اللي احنا المفروض بنعتز بيه بما قدمه في الملاعب المصرية، قال لك عمر مرموش ده فنكوش، رغم ان الكل تحدث ان احنا شابوه كروش ان هو طلع لنا عدد من المواهب المصرية اللي ما كانتش لا على البال وعلى الخاطر. واحد منهم عمر مرموش اللي ايضا ليه اسهامات مع المنتخب. لكن التصريحات اللي هدفها فقط ان هي تعمل زوبعة في الفنجان وانها تثير اللغط، لكن بتظلم لاعبتنا وبتقلل من قيمتهم وبتقلل من قدرهم، محدش عارف التصريحات دي هدفها ايه، وعيب انها تتقال. الناس في اي مكان في العالم بتدور على نجم تكبره وتطوره وتحطه في 7 سما، لانه في الاخر ده ابننا، وكفاية انه هو بيبقى متواجد مع منتخبنا الوطني، لانه بيرفع من سقف طموحنا وطموح الناشئين. وبدل ما يبقى عندنا محمد صلاح، يبقى عندنا كمان عمر مرموش، نجم كبير وهداف قدير. ومش عايزين يبقوا 2، ده احنا عايزينهم يبقوا 100. ده احنا لما لعيب بيلعب كورة ولا 2 بنقول ونعيد ونغني ونقول القطايف واللطايف والحلويات، فما بالكم باللي بيلعب في تنافس على أعلى مستويات وبيقدم عظمة.
متصدر الهدافين وبيقدم بصمة إيجابية في أعلى المستويات الكروية، أرجوكم ارحمونا شوية واعلوا من شأن المصلحة العامة، علشان كلنا بنحب كرة القدم المصرية. كلام بسيط وكلام مش صعب، والترند هيجي كده كده، بس خلوه في المفيد مش في أي كلامه يا عبد السلام. في الأخير بشكركم أصدقائي على هذه المتابعة في حلقة جديدة. أعتقد إنها كانت حلقة النهاردة سخنة جدا من القطايف واللطايف وأي ميديا. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.